يوم ما بنتي جت قالت لي ألف حب يا أمي شاب في لما التفت لي قلبي طار من حبي فيها، بس برضه خاف عليها، خاف لنار الحب تجرح قلبها واهلها ما فيها. جت قالت لي يا بنت قلبي بكرة هبقى عروسة حلوة تفرحي وتتهني بيها، راح تشيلي كمان ولادها أحلى كلمة تسمعيها. خدتها في حضني وساعتها قلت اغلى نصيحه ليها: احفظي حيائك وترتك، اوعي حد يهين كرامتك، او بنظره حب حلوه وبكلام معسول يغشك. رد صوتها قال يا امي: انت عارفة يا أمي بنتي ربيتيني على الحياة والحفاظ على الكبرياء، وانتي تاجي يبقى عارفة ليه تخافي عليا ياما، والكتاب والسنة حافظة. وابتديت اجمع جهازها كل حاجه يا بنتها عنها، جبت فرش يدفي لونها، بالسعاده جمعته لها، احلى ثوب صباحيه جبته لونه وردي لون خدودها. وما قرب يوم جوازها كانت الفرحه في عيوننا اقوى مني واقوى منها. جت قالت لي بنت قلبي: زوقيني ولبسيني، زوقي بالفرحة عيني زوقيني ولبسيني، زوقي بالروح عيني، زوقي بالورد شعري، وارسمي بالحنة ايدي. بكرة ياما هيبقى فرحي، بكرة ياما هيبقى عيدي. واما هل نهار فرحها بنتي لبست احلى طرحه، والحبايب جم وهنوا والبنات رقصوا وغنوا، امنوها بالسعاده الدموع كانت بتجري من عيونه غصب عنه. واما خد ايدها في ايديه الجبين علم عليه وانسى منه البنت عمره، شد طرحتها ودراها من عيون الناس حماها، والعريسها يوم فرحها وبكده بالله هداها. والعريس اول ما شافها طوح الطرحه وراها على الجبين، طبع الشفايف والغرام في قلبه حالف انه راح يرضى برضاها. والشهود شهدت عليه بنتنا امانه في ايديه، والامانه لو يصونها ربنا يرضى عليه، الامانه لو يصونها ربنا يرضى عليه. بصي، اولا النتيجه فيها جايزه الاستاذه دلال مقدماها في خصم 10% من ثمن ديوان. الله يا رب.